من الرأي الحر والذي نخصصه للوضع في السعودية بالطبع. تقلبات الحقيقة شهدتها الساعات الأخيرة انتهت بالإطاحة برؤوس كثيرة، وزراء سابقين، أمراء 11 بين أمير ووزير سابق. والمثير أيضا أن بين من أطيحت أو أطيح بهم الملياردير السعودي المعروف الوليد بن طلال. والوليد بن طلال البعض يقول بأنه لحم مر، يعني الإطاحة به قد يكون لها تبعات كان داخليا أو خارجيا. المهم، لكن هذه العاصفة هي بالفعل محاربة للفساد ويجب أن تسند وحتى يشاد بها، أم هي لا تعد كونها عملية انقلاب واضحة ومدبرة بليل للتمهيد للتمكين لمحمد بن سلمان أن يعتلي عرش السعودية ويستمر ربما لسنوات طويلة؟ أين يمكن أن توضع؟ طبعا نرحب بالسعوديين قبل غيرهم، ولا أدري السعوديين هل بإمكانهم أن يتحدثوا بأريحية في هذا الموضوع أم لا، أم أنه ستقودهم الولاءات والخوف أحيانا. على كل حال باب الحديث مفتوح للجميع، ما نأمله فقط العمق، الوضوح، ودون التشهير الشخصي أو المحاباة. أيضا نريد شيء من العمق والحديث بأريحية. هذه الحملة شو دوافعها؟ لماذا الآن؟ وهل هي بالفعل محاربة للفساد أم انقلاب داخل عائلة آل سعود نفسها أم غير ذلك؟ ما هو بالضبط؟ أعلنت السلطات السعودية أنها ستقوم بتجميد الحسابات المصرفية للشخصيات التي أوقفت على خلفية قضايا فساد. وقالت وزارة الإعلام السعودية عبر مركز التواصل الذي يقوم بالدخول التواصل مع وسائل الإعلام، يتعامل مع وسائل الإعلام الأجنبية، إن المبالغ التي يتضح أنها مرتبطة بقضايا فساد ستتم إعادتها إلى الخزينة العامة للدولة السعودية. يعني المسؤولين السعوديين سيقومون بتجميد هذه الأموال، والأموال التي لها علاقة بالفساد سيتم الاستحواذ عليها أو مصادرتها يعني بطريقة أخرى. إلى ذلك أوضح النائب العام السعودي الشيخ سعود المعجب أن جميع الأشخاص الذين تم إيقافهم بتهم فساد لن يتلقوا أي معاملة خاصة بناء على مناصبهم أو مواقعهم، إلا أنه أكد أنهم سيحظون بنفس الحقوق والمعاملة التي يتمتع بها أي مواطن سعودي آخر. وهو كلام الحقيقة إلى حد ما جميل. كانت السلطات السعودية أوقفت 11 أميرا و4 وزراء حاليين وعشرات الوزراء السابقين مساء السبت في حملة تطهير غير مسبوقة في تاريخ المملكة. بالفعل هي غير مسبوقة لأنه العدد كبير الحقيقة ممن أوقفوا. من بين الموقوفين كما ذكرنا منذ قليل الملياردير السعودي الأمير الوليد بن طلال بن عبد العزيز. جرت الحملة بعد ساعات على تشكيل العاهل السعودي الملك سلمان بن عبد العزيز لجنة لمكافحة الفساد أسند رئاستها إلى نجله ولي العهد الأمير محمد بن سلمان. يعني أيضا للقائل أن يقول لماذا اللجنة مكافحة الفساد يرأسها أيضا ولي العهد؟ يعني لا يوجد في السعودية إلا ولي العهد؟ صار يرأس الكثير من المناصب الآن. ليش وضع كل المهمات المهمة في يده؟ سؤال يطرح. كما صدرت أوامر ملكية أخرى أيضا أقال الملك سلمان بموجبها وزيري الحرس الوطني الأمير متعب بن عبد الله بن عبد العزيز والاقتصاد والتخطيط عادل الفقيه، وأحال قائد القوات البحرية الفريق الركن عبد الله بن سلطان بن محمد سلطان إلى التقاعد. هذه الحقيقة المناصب الثلاثة الأخيرة مناصب حساسة للغاية. وزير الحرس الوطني الأمير متعب، يعني هذا الرجل ببساطة هكذا بجرة قلم يزال، هو في الحرس الوطني ومنصب مهم، يعني بالتأكيد له أنصار وله أتباع وهذا الحقيقة ما يخيف في الوضع السعودي، أن مثل هذه الشخصيات وإزاحتها هكذا بهذه الطريقة لن يشكل استقرارا للسعودية ولا لمحمد بن سلمان، بل هناك عناصر تفجير قابلة أن تنفجر في أي لحظة كما يقول طبعا بعض المراقبين. لقيت هذه التطورات تغطية واسعة إقليميا ودوليا. نأخذ بعض الصحف الفرنسية كمثال طبعا لمن يتابع. في صحيفة فيغارو الفرنسية قال الصحفي المتخصص في شؤون الشرق الأوسط جورج مالبرينو إن ولي العهد السعودي محمد بن سلمان شرع في تنظيف هائل طال أمراء فاسدين من عائلة آل سعود، كما شمل معارضين سياسيين محتملين لطموحاته شخصيا. دفعت سرعة وشمولية هذه الاعتقالات صحيفة ليبراسيون إلى وصف ما جرى بالتنظيف
بالمكنسة الكهربائية والصاعقة المدوية في سماء بلد لم يعتد العواصف الرعدية كما قالت. ولا ترى صحيفة لاتريبيون فيما أقدم عليه بن سلمان سوى مسعى لخنق النزاعات الداخلية قبل أي نقل رسمي للسلطة إليه من قبل والده الملك سلمان البالغ من العمر 81 عاما، وهو ما عبرت عنه أيضا صحيفة لاكروا بقولها السعودية تقضي على الرؤوس المزعجة كما وصفتها. السعودية حملة واسعة أترونها على الفساد أم هي عملية انقلاب واضحة داخل الأسرة الحاكمة للتخلص مما أسمتها الصحيفة الفرنسية الرؤوس المزعجة حتى يعتلي محمد بن سلمان السلطة في هدوء وسلام؟ وعملية قطع الرؤوس هذه الحقيقة لم تبدأ الآن. لا تنسوا الشيوخ والدعاة الذين أيضا اعتقلوا مؤخرا. كل هذه رؤوس بين ظفرين مزعجة حتى يتسنى طبعا لمحمد بن سلمان أن يعتلي السلطة دون إزعاجات. هل ترونها كذلك أم ترونها هي حرب واسعة على الفساد؟ والحكومة السعودية الحقيقة قد تكون مصيبة في هذا، لأن الفساد عميق ويحتاج قبضة حديدية بلا رحمة ولا هوادة. الموضوع يحتمل وجهين ولكم أن تعلقوا بما ترونه بالتأكيد. حاولنا الحقيقة أن يكون معنا ضيف من داخل السعودية، يعني هذا من باب الموضوعية والمهنية الحقيقة قدر الإمكان، ولكن الزملاء ما زالوا يحاولون. لم نتمكن من إلى حد الآن من الوصول إلى أي شخصية سعودية. نرحب بأي وزير، نرحب بأي متحدث رسمي باسم الحكومة، نرحب بأي سياسي من السعودية. لو يتواضع ويكون معنا سنكون له من الشاكرين، من باب طبعا أن نتلقى مختلف الآراء ووجهات نظر مختلفة حتى نثري هذا الموضوع ونكون متوازنين قدر الإمكان. الزملاء ما زالوا يحاولون الوصول لأي ضيف. على كل حال سنكون جاهزين لاستقبال أي ضيف في لحظتها، ولكن الآن نفتح الخطوط إذا كان هناك مشارك على الخط. أذكر فقط قبل أن نأخذ المشاركة الأولى بعنوان هذه الساعة: السعودية حملة واسعة على الفساد أم هو انقلاب داخل الأسرة، أسرة آل سعود الحاكمة؟ نبدأ بالمشاركة الأولى. أبو بينة، مساء الخير. السلام عليكم. وعليك السلام ورحمة الله. أريد المداخلة بس أرجو عدم المقاطعة إذا تكرمت. تفضل يا أبو بينة يعني في الموضوع، وأهلا وسهلا بك. تفضل. نعم في الموضوع وليس خارج الموضوع. قبل الدخول في صلب الموضوع أقول لا لا في الموضوع رجاء، في الموضوع لو سمحت. مع الحق. نعم لثقافة الوضوح الشفافية والنزاهة وقانون إبراء الذمة المالية من قبل المسؤولين أولي النعمة أصحاب الكسب والإثراء الغير مشروع. ثانيا لن أقول اللعنة والخزي في حق المسؤولين المتهمين باستغلال السلطة الذين طغوا في البلاد وأكثروا فيه الظلم والنهبة، والظلم والاستبداد واحتلال الأراضي بصكوك مزورة والعبث بالمال العام. وكذلك لن أقول قليل في حقهم السجون والمشانق، إنما أقول يجب أن تصادر كل المكتسبات التي جنوها واستولى عليها بغير وجه حق هم وحاشيتهم بطانات السوء المطلوبين للعدالة المتورطين باستغلالهم السلطة والكسب والإثراء الغير مشروع. طيب أبو بينة عزيزي، واضح البيان الذي تلوته الآن، لكن أنت ترى هذه الحملة هي حملة بالفعل لاجتثاث الفساد من المملكة أم هناك أسباب ربما ودوافع أخرى؟ والله هذه بادرة طيبة، أنا بصراحة يعني أعتبرها صحو الضمير من قبل الملك وولي عهده، ويشكرون عليها. بالنسبة هذه وجهة نظري، هذا رأيي ويستحقون. طيب ولكن اللجنة التي شكلها الملك لماذا يرأسها ابنه أيضا؟ يعني ألا تبدو المسألة يعني عائلية أكثر منها يعني مؤسساتية بين ظفرين؟ يا راجل ليس عائلية بصرف النظر يا أخي. هذول طغوا زي ما قلت لك وأكثروا في بلاد الظلم والنهب والاستبداد. وأنت تعرف يا أخي الكريم في اليابان إذا مسؤول يعني تولى الأمانة وترك دروب الأمانة وسار على الخيانة إما أن يكون في السجون. طيب هل يستطيع الآن، هل يستطيع من يقوم بهذه الحملة؟ اسمعني يعني هو سؤال جميل. على كل حال كلنا مع محاربة الفساد، هذا مبدأ لا يمكننا أن نتردد في قوله. هذا مبدأ، لأن الفساد جريمة والفساد هو أكبر عائق للتنمية والاستقرار في منطقتنا العربية. لكن السؤال هو التالي، يتساءل البعض طبعا،
هل يستطيع؟ اسمح لي أكمل السؤال يا رجل. للشباب كذا. يا أبو بين الله يهديك، اسمح لي. هل الذي يقوم بهذه الحملة الآن يستطيع مثلا أن يصادر أموال الملك نفسه وأملاكه؟ لديه أملاك كما يقال مدينة كاملة في المغرب وأموال ربما بالمليارات. هل تستطيع هذه الحملة أن تتابع هذه الأموال أين الفساد فيها وأين الكسب الحلال؟ أنا مع أي بادرة إصلاح يا صالح. أنا مع أي بادرة إصلاح يعني تصب في مصلحة البلاد والمجتمع. أنا مع أي بادرة. بعدين أنت تعرف يا أخي غسيل الدرجان يبدأ من الأعلى يا صالح. وبعدين أنت تعرف أنت من أمن السجون والمساءلة والعقوبات الرادعة سوف يستمر في تجاوزاتهم وافتعالهم من الأزمات ويعملون ضد مصلحة الوطن، وهذا لا يصب في مصلحة الوطن يا أخي الكريم. شكرا لك أبو بينة من السعودية. أبو بينة سعيد إذن بهذه الحملة، ويقول بأنها بينة لمحاربة أو بادرة لمحاربة الفساد، ويجب أن تذهب إلى أبعد مدى. هذه وجهة نظر. أبو ياسر من السعودية. السلام عليكم. وعليك السلام يا أبو ياسر. أبشرك، ويمكن هذه ما تصير، أن المملكة تمشي في الطريق الصحيح. وهذا اللي مفروض. الرجل من يوم اعتلى ولي العهد قال أنا أحاسب الجميع، ما عندي فوق أمير ولا صغير ولا وزير ولا رجل أعمال، اللي عليه البريء يطلع بريء والمدان نحاسبه. وهذا الصح. طيب يعني هم هؤلاء الفاسدين أبو ياسر بصراحة، هؤلاء الفاسدين أبو ياسر اسمح لي، هؤلاء الفاسدين اكتشفوا فجأة. كيف؟ يعني هؤلاء الفاسدين وهم بالعشرات، يعني اكتشفتهم السلطة فجأة. يعني هم أمراء يا رجل يعيشون بينكم ومعكم منذ سنوات. احنا ما نقول فيهم شيء، أمرانا وممكن يطلعون بريام وممكن يطلعون مدانين في التحقيقات والتبعات. البريء يطلع بريء والمدار يتعاقب. وعندنا قضاء شرعي نزيه الحمد لله وكل شيء. احنا في البلد الحرمين الشريفين، وعندنا الملك حفظه الله رجل عادل. أن تنظر وين استلم الملك. أمير الرياض. شوف الرياض وين، أحلى عاصمة في العالم. يعني أن تنظر لأعماله على الأرض. الرجل ما عنده طيب أبو ياسر وزير الحرس الوطني الأمير متعب بن عبد الله، أنت أيضا تتصور أنه فاسد؟ أنا ما أتصور أن حد كله عندي أبرياء حتى تثبت إدانتهم. لكن لماذا يعتقل إذا كان هي المسألة شبهة؟ روح حقق وبعد تعال اعتقلني. يعني ما في شبهة، فيه تحقيق. إن كان بريء يطلع بريء. احنا نعرف أن السنوات الأخيرة صراحة جت ثروة، وصار الدولة الملك عبد الله يرحمه طيب، واستغل المال فغير كثير منه فغير محله. طيب أبو ياسر، هذا الكلام لو دقيق كلام جميل. الفساد ومحاربة الفساد تطال الجميع دون تمييز ودون محاباة، لكن أنت لا ترى ولو 1% بأن هذه الحرب هي الحقيقة، هي فتح الطريق أمام ولي العهد محمد بن سلمان حتى يصبح ملك قريبا ربما. يا أخي الرجل هو ولي العهد، يعني هو حتميا الملك القادم. ما في شيء الحمد لله. لا، ما هو الخوف من بعض الرؤوس المزعجة كما أسمتها الصحافة الفرنسية. الرجل ما يحتاج هذه كلها. الرجل مع 97% من الشعب معه. حنا في الجوازات والمجتمعات كل الشعب معجب فيه. طيب الفساد إذا كان الأمير رئيس الحرس الوطني الأمير متعب بن عبد الله بن عبد العزيز فاسد، لم يعتقل الرجل ولم يقل إلا لفساده، فيعني هو فاسد ومحمد بن سلمان طاهر نقي. احنا ما نقول فاسد. لا يعني هو السؤال طبعا مع الاحترام للجميع، أنا هنا لا أجرم أحدا، لكن اللجنة التي شكلها الملك يرأسها محمد بن سلمان، بالمنطق وبالبساطة وبالبداهة هذه اللجنة لا يمكن أن تحقق مع رئيسها، ولا لا؟ أنت معايا؟ الرجل هو امتثل قبل أحد يقول له. يوم طلع أنت يمكن شفت مقابلته مع الدخيل قال أنا أول واحد امتثل لأي شبهة. طيب يعني أنت تتوقع أنه سيحقق في أموال والده مثلا في الأيام القادمة؟ كيف؟
هل تتوقع أن هذه اللجنة التي يرأسها محمد بن سلمان ستحقق في أملاك مثلا الملك سلمان بن عبد العزيز في داخل السعودية أو في خارجها؟ الملك سلمان أنت لو تشتكيه قبل هو يحول معاملتك إلى القضاء. جميل، شكرا لك أبو ياسر من السعودية. معنا أيضا سامي من السعودية.